السلام عليكم. اليوم سنقوم بتحضير كعكة الشوكولاتة الغنية الحلال بالكراميل المملح. وصفة سهلة ولذيذة ستعجب الجميع. أولاً، لنحضر الكعكة. نحتاج إلى 200 جرام من الدقيق، 60 جرام من مسحوق الكاكاو، وملعقة ونصف صغيرة من البيكنج بودر، ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا، وربع ملعقة صغيرة من الملح. في وعاء آخر، نخلط 200 جرام من السكر، 120 مللترا من الزيت النباتي، وبيضتين كبيرتين، وملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. نضيف المكونات الرطبة إلى المكونات الجافة ونخلط حتى يتجانس الخليط. ثم نضيف 240 مللترا من الحليب و240 مللترا من الماء الساخن جدا تدريجيا مع الخلط المستمر. نسكب الخليط في صينية خبز مدهونة ومبطنة ونخبزها في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة من 30 إلى 35 دقيقة. الآن، لنحضر الكراميل المملح. نحتاج إلى 200 جرام من السكر، 80 مللترا من كريمة الخفق الثقيلة، و57 جرام من الزبدة غير المملحة، ونصف ملعقة صغيرة من ملح البحر. عندما يصبح السكر ذهبيا، نضيف الكريمة بحذر ثم نضيف الزبدة والملح ونحرك حتى يذوب كل شيء ويصبح الكراميل ناعما. لتحضير تغليفة الشوكولاتة، نحتاج إلى 150 جرام من الشوكولاتة المرة المفرومة و60 مللترا من كريمة الخفق الثقيلة وملعقة كبيرة من الزبدة غير المملحة. بعد أن تبرد الكعكة، نقطعها إلى طبقتين وندهنها بكمية وفيرة من الكراميل المملح ثم نضع الطبقة العلوية. نسكب تغليفة الشوكولاتة فوق الكعكة ونرش القليل من ملح البحر الإضافي للتزيين. نضع الكعكة في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لتتماسك التغليفة. والآن، كعكة الشوكولاتة الغنية الحلال بالكراميل المملح جاهزة للتقديم. بالهناء والشفاء. لا تنسوا مشاركة هذه الوصفة مع أصدقائكم وعائلتكم واستمتعوا بكعكة الشوكولاتة الغنية.